السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في ظاهرة كده غريبة، حاجة بتتعمل مش عارفة في ايه. في البلوجر اللي هما بيبقوا متزوجين وبيطلعوا ايه هما الاتنين مع بعض، فجأة بتلاقيهم بتقولوا احنا ايه فصلنا، انا فصلت عن فلان الفلاني وعن فلانة الفلانية. طيب اللي بنفصل بأدب واحترام، انما دول علشان عايزين يعملوا ترند فكل واحد بيخوض في شرف التاني. هي مثلا بتطلع تقول لك خني ولقيته على سريري مع واحده، ولقيته معرفش ايه، وساعات تطلعه حرامي، وساعات. هو نفس الكلام. دي خانتني، ده معرفش كانت حامل ومعرفش من مين، والخ. واذ فجأة بنلاقيهم رجعوا لبعض. الريتش بتاعهم علا طبعا، عشان في ناس متخلفه بتتابعهم وناس بتبقى مصدقه الهطل بتاعهم، وطبعا في ناس ما بتصدقهمش وبيقول المسلسل هيخلص امتى والمسلسل معرفش ايه. بس انت كواحد عامل نفسك راجل ومكتوب في بطاقتك راجل، ازاي تسمح لنفسك تطلع تخوض في شرفك علشان عايز ريتش وعايز فلوس من الداعمين من على اي موقع انت بتلقح فيه، اذا كنت انت ولا هي لو خدت لقالت انت خنتها مفيش اي مشكله، مفيش حاجه هتعيبك، هتبقى خاين بس، وبدل لما ترجع هتقول انها ظلمتك. انما انت لما تشكك في اخلاقها وشرفها، انت ازاي تقبلي على نفسك معلش يعني تبقي مع ده، وازاي تامني له ان هو يحافظ عليكي؟ يعني ده واحد باع شرفك حتى بالكلام، حتى لو بالكلام يعني قدام الناس علشان تعلوا الريتش بتاعكم، عشان عايزه سعادتك تشتري عربيه او تشتري بيت جديد. انت ازاي تامني ان معلش تبقي عايشه مع شخصيه زي دي، او يحميكي في يوم من الايام من اي حاجه هتبقى جاتلك، او اي حاجه او اي حد جه عليكي؟ انت ازاي تامني الواحد زي كده مع ان انتوا الاتنين بتبقوا متفقين؟ ده امر طبيعي. ازاي تقبلوا على نفسكم حاجه زي كده؟ بالنسبه للناس المتخلفه اللي بتصدقكم، انتوا ازاي ما فيش مخ يا جماعه يخليكم تعرفوا ان ده فيلم؟ لانهم بيطلعوا يوقعوا نفسهم في كلام غلط، ويبقى مكشوفين قوي ان ده تمثيل علشان هم عايزين يعلوا نفسهم والريتش بتاعهم. انا شفت واحد بدون داعي ذكر اسمه من زمان عمل نفس الحكايه، ومراته كانت حامل، كانوا قاعدين معلش في شقه صغيره، دلوقتي قاعدين في فيلا وعربيه، ويسافر بره ويسافر واحدث، وبيعمل حاجات كتير ومعاه فلوس كتير. مين الهبل اللي اتعمل ده؟ انا شفت كذا واحد وواحده. انتوا ازاي يا جماعه ما يجوش في تفكيركم ان ده تخلف، ان ده تمثيل عليكم؟ انتوا الناس دي شايفاكم مغفلين، يعني الناس دي شايفاكم مغفلين. ده غير طبعا اللي بيقول ان هو مريض الكانسر او مريض باي مرض تاني علشان برضو يلم تبرعات او يلم دعم وما بيطلعش مريض. انت متخيل ان لما تقول لنفسك، يعني بيقول لك تمرضوا، يعني انت بتمثل ان انت مريض، وبمريض بمرض خطير جدا، الله يعافينا ويعافي الجميع يا رب، علشان حضرتك عايز الصفحه بتاعتك تعلى ويبقى معاك فلوس والمدعمين يجوا يرموا لك فلوس. يعني انت، يعني ربنا يعافي لكل مريض يا رب. لما الواحد بيبقى في حاجه بيبقى مرعوب على نفسه. يعني انا يعني اختي مثلا ان هي تعبانه وكلنا بتنكد علينا بسببها ومش عارفين نعمل ايه، فقاعدين بنفكر ان هي لو حصل حاجه في عينيها بزياده ايه اللي هنعمله. انت بقى طالع تقول ان انت مريض بكانسر علشان الهبل ده؟ ازاي انت تعمل كده؟ ومساعده اهلك، المشكله ان اهلك بيساعدوك، وانت اللي طالع تقول ان بنتك تعبانه برضه بنفس المرض، او بنتك تعبانه باي مرض، او ابنك تعبان باي مرض. انتوا يا جماعه طبيعيين؟ يعني علشان فلوس ودعم موقع تخشوا عليه وتنزلوا الفيديوهات الهبله دي، انتوا طبيعيين؟ بتبشر على ابنك او بتبشر على بنتك علشان ايه؟ ده غير طبعا اللي بيستغلوا المواقف دي في كل حاجه، المواقع دي في كل حاجه. يعني انا شايفه برضو ان في فلسطينيين برضو بيستغلوا القضيه بتاعتهم والموت هناك بتوع الشباب والاطفال علشان برضو يلموا تبرعات ويهربوا. المشكله ان في منهم لموا تبرعات باسم الفلسطينيين وهربوا. ايه فلوسكم دي مش حلال، قسما بالله تولعوا فيها بنار جهنم بامر الله. سواء بقى انت كواحد
كنت متجوز وخدت في شرف مراتك عشان خاطر الريتش، سواء انت طلعتي جوزك خاين وحرامي بسبب ريتش، سواء انت اتهمت ابنك او بنتك او شهرت بابن او قلت على ابنك انه مريض، او انت قلت لنفسك مريض بكانسر علشان تلم فلوس وتلم فلو ناس على اي موقع، سواء انت تاجرت بالقضيه الفلسطينيه، سواء وسواء وسواء. ايه اللي انتوا بتعملوه بتهببوه ده؟ الحكايه دي من زمان موجوده على والتيك توك بالاخص علشان يلم فلوس كتير، ودلوقتي فعلا ركبوا عربيات وقعدوا في فيلل بسبب القرف اللي بيعملوه ده. ليه كده؟ انتوا بتسووا سمعتكم، انتوا طبعا انتوا مش واجهه لينا اساسا اي حد يعمل كده، لان انا شفت الحكايه دي في كذا بلد، مش في مصر بس، انا شفتها في كذا بلد وكذا حد. ده غير اللي بيفتح لايف ويبقى نايم وسايب اللايف شغال 24 ساعه شغال وهو مخمود، بس قوم اشتغل قوم اعمل اي حاجه، مفيش. ويجيب بنته واهل بيته نايمين ويعملوا نفس الكلام. ايه ده انتوا بتعملوه ده؟ فعلا النت فعلا والتليفونات دي خربت بيوت ناس كتير وسوقت سمعه ناس كتير، وحاجه زي الزفت. يا جماعه عقلوا. انا واحده يعني في ظروف كده معينه، ربنا يا رب يصلح حالي فيها ويجبر بخاطري فيها، علشان بس مقفوله، ما ولا بعمل فيديوهات بقالي كام يوم، ولا بفتح لايف ولا اي حاجه، واللايف ما يلزمنيش ولا حتى المواقع تلزمني، ولله الحمد. مش عشان معايا فلوس، ولله الحمد انا واحده عايشه على معاش والدي، مش عشان فلوس والهبل ده ان انا معايا فلوس، لا، انا عشان الواحد بيبقى مهموم ما بيطلعش يقول للناس او يطلع يمثل على الناس ويقول احنا عايزين وعايزين. ده اسمه هبل وتخلف. يعني الواحد بيبقى عنده ظروف ولله الحمد بيحمد ربنا، ويا رب ربنا ييسر امور الواحد. انما انت تطلع تعمل اللي انت بتعمله ده، يعني انت يعني كده في نظري ما انتش راجل، ولا هي ست محترمه اللي هتسمح لحد زي كده. انا بتكلم بقى على الاهالي. انت كأب وام، لما واحد بلوجر بس عشان بقى معاه فلوس، او بلوجر لسه بيبتدي بيعمل على المواقع تمثيل متخلف ويظهر نفسه ويعمل حاجات هبله كده، انت كأب ازاي لما واحد زي ده بيجي يتقدم لبنتك بتوافق؟ يعني انا بشوف شويه عيال بلوجر يروحوا يتقدموا لعيال برضه بلوجر، اهاليهم بترضى عادي كده. يعني انت حضرتك شايف ايه فيه عشان ترمي له بنتك؟ عشان بقى معاه قرشين ما ممكن يزولوا، بس معهوش اي حاجه تانية. هو واحد بيطلع هوبا خد بنتك طلعها معاه في اللايف يرقصوا بقى براحتك. انت كأب لما بتشوف منظر بنتك وهي بترقص في اللايف، او قاعده ورا جوزها مبينه نص شعرها، او قاعد يتكلم ويهبل بكلام ويعملوا حركات غبيه، انت كأب بتبقى مبسوط. انت كأب وام بتبقوا مبسوطين، بتتفرجوا على اللايف كده ومبسوطين. الصراحه انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس يعني انتوا ما بتمثلوش الا نفسكم ولله الحمد، وربنا يهدي الجميع. وبالنسبه للداعمين، انا طبعا شايفاكم ان انتوا بتشوفوا الاشكال دي شحاته وبتشوفوهم ما لهمش قيمه ولا كرامه، بس مش كلنا زيهم ومش كل الناس زيهم. يا ريت يعني، وطبعا كل بلد فيها كده وفيها كده، فيا ريت يا ريت يا ريت لما تتكلموا ما تتكلموش عن مصر، لا انتوا عايزين تتكلموا على الاشخاص اللي زي دول، ما تعمموش، لان انتوا هتعمموا احنا كمان هنعمم. فمش مش هيفرق معانا ان احنا نغلط في اي بلد تانية لو غلطوا فيه. انا واحده من الناس لو حد غلط فيها بغلط فيه وفي بلده، انما سعادتك لما تتكلم فرد مش تعميم، زي ما بيحصل حوادث عندكم او اي حاجه عندكم المصري تقولوا ده حاله فرديه، اعتبروها حاله فرديه برضو عشان احنا كمان ما نغلطش. السلام عليكم.